هاي يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده هيكون ان احنا هنعمل دردشه، يعني هنتكلم انا وياسمين اختي، انتوا اكيد عارفينها من الفيديوهات اللي قبل كده. المهم يعني ان احنا هنعمل الدردشه دي هتكون عن الفالنتاين او عيد الحب. وعلى فكرة مش شرط ان يكون اللي بنحبهم دول هم بس الحبيب والحبيبة، ممكن يكون الأب والأم، الأخت، الصديق، الجار. المهم ان احنا نستمتع بممارسة فعل الحب. بس وعن الحب عموما يعني. وعن الحب عموما. أسامة منير. فلو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا خلي الناس تحب، روح للناس يا حب، الحب مالينا غيره، والله مالينا غيره، ينسينا يبكينا يجرح سنينا، يجرح اللي جابونا، يجرح ياسمينة، يجرح ياسمينة. كده هنقسم الفيديو لفقرات كده. بس الفيوم هي لايقه مع الحب كده. المهم يعني ان احنا هنقسم الفيديو يبقى فقرات. فاول حاجه هنتكلم ان امتى يعني ايه عيد الحب ده، جه منين او كده. وبعد كده هتبقى اسئله، صح؟ ايه رايك؟ هتبقى اسئله. شويه هاتي اسئله. شويه انا كده. ماشي. طلعت على السلم وفعلت لك استني، انا عايزه اجي. ايوه كده، خش شويه. انت واخده المكان كله. الدبه. في الجزء اللي هو جه منين دي مش عارفه، صح؟ ماشي. انا هات المايك. طبعا قبل اي حاجه حابين نشكر يارا علشان ده سرير يارا، وده دبدوب يارا مش يارا. موجوده. يارا عند خالتي، شكراً. فاحنا استغلنا سريرها وقعدنا عليه. شكرا يا يارا. وده دبدوب يارا كان جايلها في عيد ميلادها، فاحنا استغليناه برضه عشان يليق مع عيد شكراً. الحب وكده. شكرا. طبعا ده لو اتنفس او فتح بقه احنا هنطلع نجري دلوقتي. شكرا يا يارا، شكر خاص ليكي لان انتي ضحيتي بسريرك ونظفتيه. هي مش موجوده، يعني عشان انتي مش موجوده هي لو موجوده ما كانتش مش قعدتنا. هترضى. ايوه، فاحنا استغلينا سريرك ان احنا نقعد عليه، فشكرا ليكي جدا. ولو شفتي الفيديو اعملي لنا لايك. علي صوتك بقى عشان الصوت يوصل. ماشي، انا هعلي صوتي على الاخر. المهم، فين الاول؟ كان في فتره زمان. قولي هو انت هتتكلمي عن ايه؟ ما تقولي. ما انا قلت والله، قلت ان انا هتكلم على بدايه الفالنتين جه منين. كان في فتره زمان كان في امبراطور. ماشي، كان في امبراطور. هو الامبراطور ده انا مش عارفه اقرا اسمه. المهم يعني ان هو ايه، كان شايف ان اهو قريها جالينوس. هو ده غالينيوس. المهم ان هو كان شايف ان اللي هو الجندي اللي بيكون متجوز، فهو بيبقى خايف على مراته طول ما هو في الحرب او كده، فبيبقى ضعيف. فهو شايف ان الجندي اللي متجوز بيكون اضعف من الجندي اللي مش متجوز. ففي الفتره دي كان في بقى حروب، وكان في مرض الطاعون ومرض اسمه الجدري تقريبا. المهم فبسبب بقى كل الامراض دي، فهو كان عايز منع كل الجنود ان هم يتجوزوا، فمنع اي جندي ان هو يتجوز، خلاهم يتجوزوا في السر. ولما الامبراطور عرف، في ايه؟ ماشي. المهم فلما الامبراطور لما عرف الموضوع ده ان هو بيخليهم يتجوزوا في السر، فالسجن. وقالوا له ان هم مش هيطلعوه من السجن غير لو ساب المسيحيه، فهو مرضيش، وده اللي تسبب في قتله. ماشي. وفي برضه روايات تاني بتقول ان اول رساله حب، او اللي هي جواب حب، او اسمها ايه؟ لا اسمها ايه اللي هي التانية بتاعت عيد الحب دي اللي بيدوها لبعض؟ كارت الحبين دول. الكارت بتاع الحب ده اول حد اداه كان هو اداه لبنت الامبراطور دي. يعني قصص، يعني في كذا قصه عن الموضوع. فالمهم ان هو لما اليوم اللي اتقتل فيه تقريبا هو ده 14. يوم 14 هو ده. اتقتل فيه، او اليوم اللي انتشرت فيه القصه بتاعته. وبقت روايه شعبيه وكده. بس فهو ده. ماشي، الحمد لله. عادي. المهم احنا حاولنا نعمل حاجه جامده. بس شغالي ده. الو شغالي. ياسمين، سوري يا دبدوب، اول سؤال. ياسمين، بتحبي عيد الحب؟ لا عادي. ليه؟ يوم. قولي لنا سببك. علي صوتك على يوم مالوش، يوم عادي، يوم ما عملتش فيه اي انجاز قبل كده، عمري ما خرجت فيه. بصراحه هو يوم سخيف قوي. في الجامعه بيبقوا قرف بجد. احنا نسال السؤال المهم بقى. ايه اول هديه جات لك كنت في سنه كام؟ مش فاكره، بس حاسه ان هي كانت حظاظه. بس مش فاكره من مين ولا بس امتى يعني. امتى مش فاكره. بس كنت صغيره، ممكن كنت في ابتدائي او اعدادي حاجه كده، مش فاكره. بس هي كانت حظاظه، بس مش فاكره. مش فاكره اي حاجه. مش فاكره. وانتي اول هديه جات لك امتى؟
ما جالهاش هدايا؟ ما جالهاش هدايا؟ لا جالي هديه زمان لما كنت مخطوبه. كانت ايه بقى؟ الدبدوب اللي بيتنفس. ايوه ياسمين، تعالي هو ياسمين جالها دبدوب بيتنفس في الفالنتين، ودي كانت اول واخر واسوأ. لا جالي هديه بعد كده جراب تليفون، بس هو ما قالش ان يعني هو جابه فطلع ان احنا في الفالنتين. يعني هي كانت صدفه. هو ما كانش مرتبطين برضه. ايوه يعني عادي، يعني حد يعني جاب لها هديه كده بس اعتبرناها في الفالنتين يعني. احنا في الفالنتين، طب اعتبريه هديه الفالنتين. ايوه بس كده تمام. وجات لي لما كنت عامله العمليه ومحمد عادل جاي يزورني، جاب لي لها قطن وشاش. شاش كانت لسه عامله عمليه، فاصحابها طبعا حبوا يعملوا معاها يوجبوا معاها. ايوه كنا في الفالنتين، يعني هما لما جولي لما جم يزوروني بعد العمليه كنا في الفالنتين. فمحمد وهو جاي جاب لي قطن وشاش وبلاستر وبتدين. جات لي في الفالنتين، واكتر هديه كرياتيف في العالم عشان كنت عامله عمليه، بس طبعا احنا اصحاب يعني عادي احنا اصحاب يعني. ايوه بس هو الفكره نفسها كانت جامده هو جدا. يعني افتكري كده. ايوه حاجه حلوه، كانت حاجه حلوه جدا. اسالي انت دلوقتي مش عارفه ايه اكتر هديه تحب تجيلك في الفالنتين؟ ايفون. بصراحه ايفون، بس مش كل الناس غنيه مش هتعرف تجيب ايفون، فممكن نقترح هديه اقل شويه. هدوم، بحب الهدوم، بحب اللبس. بس ما بتحبيش ذوق حد، دي مشكله. مش بحب ذوق حد، بحب ذوقي، يعني اللي هيجيب لي هديه يجيبها لي على ذوقي. بس اي هدوم هتجيلي هلبسها اكيد يعني. بس لو مش ذوقي خالص لا هلبسها في البيت ممكن، او هديها لحد كده من اخواتي يلبسها معايا. وانتي ايه الهديه تحبي تجيلك في الفالنتين؟ احنا لو رحنا لياسمين ايام الجامعه فهي كانت ممكن تنبسط جدا بورده. دلوقتي ماديه، فانا ممكن يرضيني خاتم الماظ، كردان ذهب. معلمه. برضه يا جماعه الهدايا 12 غويشه كده يملوا ايدي أيوة. كده وامشي شخلي زي المعلمين. بس برضه خلينا متفقين على حاجه، ان البنات بتحب جدا الهدايا السيمبل. لا يعني الورد ممكن تجيب لي ورده، ممكن تكتب لي في ورقه مثلا بحبك. لا بس الورقه يكون في ظهرها مثلا شيك بنص مليون جنيه. ايوه يعني ورقه يتكتب لي فيها بحبك بس تطلع وش ورقه الورقة 200 ده شيك. جنيه، تطلع ورقه 200 جنيه، ورقه 200 جنيه فيها امتنات لازقين في بعض مثلا. متأستكين أيوة. كده رزمه حلوه. صح. احنا بس داخلين لا على لا, لا مجاعة. لا احنا مش ماديين. ممكن برضو ورده. لا عادي بقى، خلينا يعني معلش. ورده يعني ورد، بوكيه ورد، بوكيه ورد، او ممكن علبه شوكولاته كندر عشان انا بحبها. ايه تاني؟ في حاجات يعني. ورد وخروجه حلوه مثلا. ايه اكتر حاجه بتستفزك في الفالنتين؟ المرتبطين اللي بيبقوا في كل حته لابسين احمر. ايوه بجد، بتلبسوا احمر ليه بتلبسوا احمر؟ انا نفسي اعمل كده بس انا عمري ما عملت. لا بحس الاحمر عشان نلبسه حاسه الموضوع بنلبسه في كرنج قوي. ايوه قوي. ايه ده بس هو انا لو جات لي فرصه لا صراحه حركه سخيفه جدا، انا برفضها. ان حد يلبس احمر، يعني عارفين حتى اللبس الماتشنج بين المخطوبين بقى ادم، حاساه سخيف. سوري. المهم نرجع تاني لموضوعنا. الماتشنج اللي هم المخطوبين بيعملوه ده، ان هم يلبسوا زي بعض، برضه بحسها حاجه يعني مش احسن حاجه، بحسها بصراحه بتشوف. لا يعني هي ليها اوقات معينه. اوقات يعني في حاجات حلوه وفي حاجات ليها وحشه. أوقات معينة. لو في الفالنتين لا، انا ضد الفكره. زمان في ثالثه ثانوي كان طالع القميص بتاع هبته، اللي هو الكراهات حمراء، الكراهات الاحمر في اسود. ايوه ده كل المرتبطين كانوا بيمشوا هما الاثنين لابسينه زي بعض وماشيين بقى ماسكين في ايدين بعض كده، والموضوع كان بيبقى مستفز. القميص ده كان شكله حلو جدا بس انا قرفت منه بسبب المنظر. ايوه فكره ان الناس كلها تبقى لابسه زيك اصلا بحسها حاجه رخمه. كلنا كاننا البلد كلها كانت لابساه، حرفيا البلد كلها كانت لابساه. كاننا لابسين يونيفورم. تنزل مول العرب بقى عند النافوره كده، اتنين هنا بيتصوروا، اتنين هنا بيتصوروا، اتنين هنا بيتصوروا، اتنين هنا بيتصوروا. الموضوع كان صعب. ايوه بجد. اسوأ حاجه في الدنيا لما موضه سريعه تطلع، وهو انقرض طبعا، ما ينفعش حد يلبسه دلوقتي، حد لبسه دلوقتي هيبقى شكله عبيط جدا. أيوه. بس فده كان اكتر حاجه بالنسبه لي مقرفه اصلا. مؤخرا او مش مؤخرا، يعني هو من زمان كانوا بيقرروا بيظبطوا عيد الحب اللي لازم ينزل فيه فيلم رومانسي في السينما. السنه دي عاملين فيلم بتاع كريم فهمي. كريم فهمي عاملين فيلم بتاع كريم فهمي اسمه انا لحبيبي. فاحنا هننتظر ونتفرج عليه على ايجي بيست اتقفل.
ما هنتفرج عليه. ما اعرفش بقى على شاهد فور يو ولا اتقفل سيما فور إزاي؟ يو، والله اتقفل. حسبي الله ونعم الوكيل. ما اعرفش بيقفلوا كل شويه اللي يعمل لهم مشكله في حياتهم بجد جامد. الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. بس المهم اساليني بقى سؤال. نسأل سؤال مهم. اسالي. ايه هو الحب؟ مفهوم الحب عند العرب، لا عندك انت. مفهوم الحب عند يمنى ان حد يبقى بيحبني. بس انا نفسي تسدد بعد ما ايدي دلوقتي. كوتي 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 انا بحبه كتير كتير. كوتي 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 انا بحبه كتير كتير. كوتي 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 كوتي. ماشي خلاص اسكت بقى، في ايه الدوشه دي؟ عيب كده. ممكن نقفل كده. كوتي 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 انا بحبه كتير كتير. كوتي كوتي. وين ايه ده؟ يا وين يا وين يا وين يا وين. ماما هتقولي اتجننوا. يلا. ايه مواصفات فتى احلامك؟ اننا بنتكلم عن الفالنتين وداخلين على الفالنتين وانت سنجل. مواصفات فتى احلامي بيكون طويل، يعني اطول من 180، ويكون بيروح جيم، يعني هيلثي كده، مهتم بصحته وبيشتغل، معتمد على نفسه من وهو صغير. هي بتعمل ايه ملبوسه دي ولا ايه؟ ويكون بيحبني اكتر ما انا بحبه. الله على الانانيه. ماشي. ويقعد يجيب لي هدايا بقى، ويكون ايه مش بخيل، يكون كريم وطيب وحنون وعطوف واليف، ويكون بيصلي ويعرف ربنا، ويكون عنده هوايات معايا، يعني مثلا بيحب حاجات انا نار في بحبها الضلمه. عادي مش مشكله. ويكون بيحب المسلسلات والافلام زيي عشان بحب دول قوي. يكون بيعرف يرسم. تاني ما احنا برضو خلينا واضحين. يكون نفسه يسافر عشان ياخدني ونسافر، عشان يكون غني اكيد. يجيب لي عربيه طبعا. يعيشني في فيلا. يعمل معايا فيديوز يوتيوب، ويصور معايا تيك توك. ايه تاني؟ مش عايز ساري عربي؟ عايزه يساري عربي. استني بص، احنا كده قلنا ايه المواصفات الشخصيه، احنا عايزين مواصفات بقى الشكل. يكون لو انا قلت كده شكل مش مهم، المهم ان هو بصوا في نوعين. في القمحاوي اللي عينيه ملونه، اللي هو عينيه فاتحه شويه، يبقى عسلي فاتح شويه. وفي الابيض اللي عينيه سودا وشعره اسود. لكن الاصفر لا، ولا حلو برضو مش مشكله، يعني اي حاجه ربنا يكتب اللي فيه الخير. اي حاجه حلوه. ماشي. اتفضل. مواصفات شريك احلامك. شريك حياتك او فتى احلامك. اديني فرصه اتكلم. مبدئيا يكون بيشرب سجاير، يكون بيشرب حشيش، يكون بيشرب خمره. قط. ايه ده؟ ما بيتقيش الله. مش عايزه بياكل مال اليتيم، ما هو باكج. ياكل مال اليتيم. ده ياكل اليتيم نفسه. ياكل اليتيم نفسه. يكون بياكل لحم. عارفه كلاوس؟ انا عايزه كلاوس. يعني يا كلاوس يا ديمون. فريد لا. فريد عبيط. جماعه لو حد عايز يتفرج على مسلسل تركي بنصحه ما يتفرجش، بجد اسوأ حاجه في الكوكب. احنا بنتفرج على المسلسل اللي هو بتاع فريد ده اكتر ما انا عيطت على مدار حياتي. صد عضلي. ايه ده؟ ابعدي وشك. لزقتي وشك في الكاميرا. الزعبوط. فريد ده يعني عبيط جدا، بيعيط اكتر ما انا عيطت على مدار حياتي. هو فين؟ بس انا عايزه في بطل في فامباير دايريز انا عايزاه، يا اما اللي في اوريجينال، يعني دول اللي انا عايزاهم. بشر مش مش بشر اصلا، مصاصين دماء. احنا بنحب مصاصين الدماء. انا عايزاه يبقى مصاصين دماء، يعني مع اللي هو لكن انسان بقى
وبيخلص شغل الساعه 5 وانا مش عارفه اكلمك عشان ورايا شغل الصبح، ويقعد يعيط بقى. ومش عارف ايه، وماما قالت لي ما كلمش بنات بعد الساعه. انا مش عايزه بتاع ماما، انا مش عايزه حد يكون، مش عايزه حد بياخد راي امه في كل حاجه. في ايه معقده؟ في ايه عقدك دي؟ المهم، ايه مواصفات الشخص التوكسيك بالنسبه لك؟ كنت هقول اسم كنت حابه ان انا ما قلتش. احبك اكرهك، اسيبك ارجع لك، اعلق نفسي بيكي، طب اعمل فيكي ايه؟ يعني هو بيحبك جدا بس هو ما بيقولش انه بيحبك، هو بيعاملك انه بيحبك، بيفضل يعلقك بيه، بس هو احنا مش مرتبطين، احنا اصحاب. بس انا هفضل اعلقك ومش عايزك ترتبطي، ما ينفعش ترتبطي، انتي مش بتاعتي، بس انتي مش بتاعت حد. وانا توكسيك؟ بصوا، يمنى شايفه ان الشخص اللي بيتحكم في الحد اللي بيحبه ده كده توكسيك ولا كده بيحبه؟ على حسب، يعني في تحكمات معقوله وفي تحكمات لا. في اوقات الراجل لازم تديله برستيجه حتى لو هتاخديه منه، حتى لو بتديله قدام الناس وبتاخديه منه في البيت، بس في اوقات لازم تديله هي عشان اسمها ياسمين فهي شغاله مع ياسمين عز. لا الصغير الكبير. لا انا ما قلتش كده، بس قصدي ان في اوقات لازم، يعني مثلا ما ينفعش تبقوا في مكان مثلا مع بعض والفيمينست تنقح عليكي فتدفعي انت الحساب، حتى لو هتديهوله بعد ما تطلعوا. اكتر حاجه بكرهها في حياتي ان الحركه دي بصراحه، بس لازم تكونوا مرتبطين او متجوزين، يعني ما ينفعش صحاب عادي. انا بحس كده لو صحاب عادي ممكن نقسم الفلوس بقى بالظبط، لكن انا ادفع لي وانت تدفع لك. لكن لو مثلا هي الفكره بس عشان شكله قدام الناس بعيدا عن اي حاجه، حتى لو تديله الفلوس لما تطلعوا، بس عشان شكله قدام الناس ما ينفعش تديله الفلوس لما يطلعوا، هو اصلا مش راضي ياخدها. لا عادي، الولاد الحته دي بتنقح عليهم قوي قوي قوي، انه ياخد فلوس من بنت حتى لو فلوسه بيتضايق. ايه انت بياخد؟ لا حاجه ليه؟ دي اكتر حاجه بحسها بتضايق الولاد، ان هو ياخد فلوس من بنت. هو مش واخد يعني عادي، ما انتوا لو عايشين في بيت واحد انت ممكن تدفعي معاه في البيت، بس يعني احنا، هو انت هي الست فيمينست في كل حاجه بتيجي عند الفلوس الراجل اللي يدفع؟ طب ما انت فيمينست ما تدفعي. هو انت بتزعلي انا مالي، انا مش فيمينست. انت مش فيمينست؟ لا انا عادي والله، مش كنت بتقولي عليا ياسمين عز ليه بقى؟ عشان انت مش عارفه مجنونه ولا ايه؟ انا قلت حاجه برستيج ومش برستيج. ايوه يعني في مواقف معينه لازم تدي للراجل ماشي اكيد انا برضو ما جاوبتيش برضو. التحكم توكسيك ولا لا؟ لا على حسب. على حسب ايه؟ لسه على حسب. مرة خلصت. كملي. على يعني في مواقف بحس ان هو لا عادي قشطه اتحكم. يا ماما حد كده. انت بقى قولي لنا ايه مواصفات الراجل التوكسيك بالنسبه لك؟ التوكسيك بالنسبه لي انت بنتي انا راجل. بص، التوكسيك ده تقريبا بحس ان هو بيبقى متحكم واناني، عايز يعني شايف ان هو الوحيد اللي في العلاقه، عايز ياخد ما يديش على طول، شايف نفسه ان هو بيعمل نفسه كده مظلوم وغلبان بيعمل نفسه غلبان ومظلوم، وان الناس كلها جايه عليه وهو اصلا الشرير في القصه. بيتكسك ايه تاني؟ يعني يقعد يحسسك بالذنب ان انت اللي عملتي كل حاجه وان انت الشريره، فاهمه؟ وهو يبقى هو اللي غلط، فاهمه؟ بحسه كده توكسيك. ان هو انت قولي بقى مواصفات الريليشن شيب التوكسيك بالنسبه لي. بيكلموش بعض، مش فاضيين لبعض، دي حاجه، دي توكسيك، بس يعني هي مش مضره على قد ما هي بارده. لا احنا بنسال المضره اللي الاتنين بيعنفوا بعض فيها نفسيا. انتي فاهمه حاجه؟ يعنفوا بعض نفسيا، اللي هو ايه، طول الوقت يبقى شخص منهم بيهدد التاني ان هو ممكن يسيبه لو ما قدمش احسن ما عنده. لازم طول الوقت يكون واحد فيهم بيعمل احسن حاجه عنده عشان بس يحاول يرضي التاني عشان ما يسيبهوش. يبقى كل شويه التاني بيقعد يهدده ان هو هيسيبه
والتاني اللي هو انا اسف، انا اعمل اي حاجه علشان ما تزعلش، انا اعمل اي حاجه عشان نفضل مع بعض. دي علاقه. لا هما بيسيبوا بعض يومين 3 ويرجعوا يومين 3 اللي بيقعدوا مع بعض سنين وبيتجوزوا وبيخلفوا. اللي هم بيسيبوا بعض يومين، انت مع ولا ضد ان هو مثلا يقول لك انا هسيبك كعقاب ليكي، فاهمه؟ لا لا ويقول ايه ولما تيجوا تتكلموا في الموضوع يقول لك انا كده كده كنت هرجع لك، بس انا كنت بقول لك مفيش كده. حاجه اسمها يعني ايه، يعني انا العب بمشاعرك، يعني انا اخليكي تقعدي اللي هو تعيطي عشان بوظت ف- العلاقه وبعدين ارجع استني لك. بقى تاخدي تدعكي على وشك بقى مفيدة ايه القرف ده؟ انت حاطه حاجات. حاطه مرات تاخدي يا دودة اللي هو مثلا ايه يقول لك عادي، ما الناس كلها بتعمل كده، اللي هما بيسيبوا بعض مفيش ويرجعوا. حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها الناس كلها بتعمل كده. مم. انا كل مره هتساب هفقد حاجه، مم. هاجي في اخر مره هبطل احبك. انا اتعودت. ما انا اتعودت ان انت كل شويه بتسيبني، فخلاص هبطل احبك. احبك ليه؟ احب ليه شخص كل مره بيجيلي ويرجع لي ويسيبني ويرجع لي ويسيبني فيها؟ انا بعيط وبتضايق. هل اول مره سابني زي اخر مره؟ لا طبعا. طيب هل انا هعيط اول وبعدين هتبقى مره؟ حاجه روتينيه، انت هتبقى متعوده هو كده كده هيسيبني ويرجع لي، بس هو هنا بيبقى عارف ان انت موجوده، يعني واثق وجودك، فعارف ان هو لما يسيبك كده كده هيرجع لك، انت مالكيش غيره. فده توكسيك، دي حاجه تكسكه، دي تكسكه. ايوه طبعا، ايوه طبعا. يجي يسيبني في مره وارتبط. انا ايوه بجد يروح يسيبني اروح منزله بقى الحمد لله الحمد لله لازم كده. نعمتك ايوه المصطلحات. بالظبط، بس خلاص يعني انت كده استفدت ايه؟ يعني انت سبتها وضيعتها من ايدك وانت غبي كده بقى. لا هي انا مش شايفه انه ينفع اصلا حد مفيش حاجة يعاقب حد اسمها بان كده. هو يسيبه. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني انت ابنك عمل حاجه غلط فانت هترميه في الشارع وترجع له بعد اليومين تاخده؟ تقول له انا كنت بعاقبك، انا كده كده كنت هرجع اخدك. ايوه صح. بطلي قرف بقى، بطلي قرف بقى، وشك بقى مليان فتافيت موز. بس فهي لا، هي ما تنفعش، ما فيش حاجه ريليشن. اتنين بيحبوا بعض وعايزين يكملوا مع بعض. ايه البؤس اللي انت فيه؟ اتنين بيحبوا بعض عايزين يكملوا مع بعض، عايزين ينجحوا علاقتهم، عايزين يبنوا حياة، يبنوا مستقبل مع بعض. تمام. كوتي انا بقول كلام مهم دلوقتي، متخلينيش اقل ادب عليكي. تمام. ما ينفعش يبقى حد فيهم بيتعامل بمبدأ ان هو ولي امر التاني وليه القدرة ان هو يعاقبه وليه القدرة ان هو يلزمه يعمل حاجات معينة. الدنيا هات وخد، محدش بياخد حاجة ومحدش بيدي حاجة، بس لازم يبقى فيها هات وخد. بس يا توكسيك يا زبالة. كوتي هو ايه اللي كوتينا؟ معرفش، اغنيه كانت على قناه كراميش. بس نهاية يعني حبوا بعض يا جماعة. فالنتاينز هابي داي. فاكن فالنتاينز داي. ايوه يا جماعه، بلاش نلبس، يعني نستفيد ايه من الفيديو ده؟ بلاش نلبس لبس زي بعض، بلاش نلبس احمر في الفالنتاين، الدباديب ادمت، بلاش يعني هاتوا هدايا نحب، غيرها. بلاش نرتبط. لا يا بنتي بقى، استني، احنا بنتكلم في حاجه ايجابيه دلوقتي لو سمحتي. بلاش الهدايا الدباديب عشان ادمت، ممكن تجيبوا بوكيه ورد، يا اما دبدوب كبير زي ده، بصوا عامل قد ايه حلو ده، تحسوه عيل صغير ممكن يتحرك تقريبا بيتنفس. المهم يعني ممكن ورد، بلاش الدباديب برضو، بلاش بقى البوكسات اللي بتطلع بلالين في الجامعه يا جماعه، في الجامعه بلاش، يعني هاتوا هديه في الجامعه تكون قليله ما صغيره. تجيبوش هدايا في الجامعة، اخرجوا أيوة بعد الجامعة بجد. وهاتوا هدية. ماشي، لو مضطرين جدا هاتوا حاجه صغيره ما تبقاش لافته الانتباه، بحيث الناس كلها ما تبقاش بتبص عليكم كده ما تبص كانكم عليهم. كائنات فضائيه. ما تبص، لا إحنا الموضوع مالنا؟ مقرف بجد، هيقعدوا يمشوا كده، ايه ده ماشيه إحنا ببلالين مالنا؟ وبتاع، ايه العبط ده؟ لا مش مهم، هي مبسوطة هو مبسوط. لا انا ضد الفكره، بس فانتوا اتعلموا حاجه دي من الفيديو. ما ترتبطوش يا جماعة. يا ستي ليه يا ستي النكد ده؟ دي هتروح متجوزة اسبوع وفي الاخر تقول لكم ما ترتبطوش يا ما جماعه. ترتبطوش يا جماعة ولا تخطبوا على طول. ايوه ماشي، دي فكره ليه كويسه. ليه الارتباط بيهلك النفسية. مم. انت لما تقعدي مرتبطة بحد وما يحصلش نصيب وترجعي ترتبطي بحد تاني وما يحصلش نصيب. نصيب والدنيا نفسيتك هتتدمر، حياتك هتتدمر. هتيجي بقى مع الشخص المناسب هتلاقي ان انت مش قادرة تعملي حاجة، قلبك باظ، اللي هو مش شغال خلاص.
لو حتى هو لو بيحبك وكويس ومهتم، انت مش هتقدري تقدمي حاجه، هو مش هيقدر يقدم حاجه، خلاص هو كده كده كله محصل بعضه. ولو عجبكم الفيديو انت نكدتي في الاخر، قولي حاجه سعيده. كوتي 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 كوتي، انا بحبك كتير كتير. كوتي 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 كوتي، انا بحبك كتير كتير. كوتي كوتي.